اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم يا حبايبي بوصفه بنحبها كلنا كبار وصغار. هنعمل تشيكن ستريبس او فراخ مقرمشه. جايلكم النهارده بتتبيله تحفه وسهله وبسيطه ومتاخدش معانا وقت. تقومي تعملي بقى حبه ستريبس كده جنب بطاطس محمره وسلطه كول سلو، نحسس اولادنا ان هم قاعدين في المطاعم. عايزه تعملي جنبها رز ريزو برضو براحتك، بس انا النهارده هعملها جنب بطاطس ويدجز، بتبقى جميله وفي منتهى الجمال. طبعا انا معايا الصدر اهو، انا مقطعه جزء وسايبه ده اقطعه قدام حضراتكم. اشيل الموزه دي الاول. ممكن وانت بتجيبي فراخ كل شهر تتبقي الموزه دي، هتعملي بيها شويه ستريبس حلوين. الموزه بتاعه الفرخه دي. الصدر اللي معايا ما شاء الله كبير، اشقه نصين. لو هو صغير قطعيه عادي التقطيع اللي انت بتحبيه، انما انا شايفه ان هو ما شاء الله حجمه كبير فانا هقطعه نصين. واقطع بقى كده، مش عايزين التقطيع لا رفيع قوي ولا تخين قوي، تقطعيه كده بالطول. عايزه تقطعها بويب بيريحك بالطريقه دي. الحجم ده حلو معانا، لا تخين قوي ولا رفيع قوي، وسط. عايزه تخلي الفراخ اللي يعملها، انما هي سهله مش محتاجه يعني ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. نحطها بقى هنا كده. خلصنا تقطيع. ده شكلها بعد ما قطعناها طويله كده ما شاء الله. نجيب بقى الطبق اللي هنعمل فيه التتبيله. يستحسن ان انتي تتبليها قبلها بليله. انا كده هعملها بالليل برضو قبلها بيوم، تغلفيها وتحطها في التلاجة. يعني انا هعمل التتبيله دلوقتي تتبيل وتغليف في نفس الوقت، بتبقى جاهزه معايا على الآلية. هنعمل حاجه بسيطه بس ساعه الآلية تبقى جاهزه معايا، يعني ما بتاخدش وقت معانا نهائي. معايا هنا لبن رايب، ما عندكيش لبن رايب وعندك لبن حليب، حط عليه معلقتين خل يبقى دافي، وحط عليه معلقتين خل وسيبيه لحد ما يقطع معاكي، وبعدين نديله ضربه بالهاند بلندر يبقى رايب بالطريقه دي. معايا بقى التوابل، معايا ملح، فلفل اسمر، جنزبيل، بابريكا، مزوده البابريكا شويه عشان تدينا لون حلو. حاجه بسيطه، حبهان مطحون، بصل باودر، توم باودر، رشه زعتر. عايزه بقى تحطي شطه حطي، عايزه تحطي روزماري حطي، عايزه تحطي كاتشب معاها في التتبيله حطي. المتاح تحت ايدك كله اشتغلي بيه. ويا سلام بقى لو في فص ثوم فريش كده مفروم، كان هيخليها تحفه. ننزل بالتوابل كده كلها، يعني مش بايدك بتوابل معينه، التوابل اللي تحت ايدك اشتغلي بيها. معايا هنا معلقتين نشا وكوبايه دقيق. هنزل على الخليط ده كله بقى اضربه ببعضه كده. ممكن زي ما قلت لك حطي كاتشب، عايزاها حاره حطي معلقتين شطه، انما لو حطيتي معلقه صغيره مش هتبقى حاره قوي، هتدخل هو خفيف. لو الخليط تقل مننا زي ما حضراتكم شايفين كده وما عندناش رايب يكمل، زودي ميه مش هيجرى حاجه. انا شايفه كده ان الخليط تقيل معايا، هحط لها يعني حاجه بسيطه ميه مش كتير. ممكن النوع الدقيق اللي انا بستخدمه يعني يشرب ميه كتير، ممكن انت ما تستخدميه ما يشربش السوائل. كده الخليط خلص معانا، ريحته جميله، التوابل مديه ريحه في منتهى الجمال. انزل بقى بالخلطه اللي انا عملتها دي على الفراخ في العلبه اللي انا هحتفظ بيها في التلاجة، تكون علبه محكمه الغلق. بسيبها بقى ايه طول الليل منقوعه فيها في التتبيله دي. حته الفرخه بقى تشرب من التتبيله، تبقى طعمها في منتهى الجمال بالطريقه دي ما شاء الله. انا دلوقتي هغطي عليها واحطها في التلاجة ونكمل الخطوات مع بعض بقى ان شاء الله.
احنا تبلنا الستريبس، هنعمل بقى البطاطس الويدجز. جميله ومغذيه حلوه جدا. البطاطس تبقى معانا بالطريقه دي، يعني يفضل تبقى بقشرها، انما انت عايزه تقشريها قشريها. وفي اللي بيعملها نص سلقه ويقطعها، انما انا بحطها نيه، ما بسلقهاش بصراحه. يعني انت ممكن تسلقها نص سلقه وتروحي مقطعاها اربع وتحطيها في الفرن. فمعانا البطاطس كده، تغسليها بفرشه خشنه او حاجه كده تكون خشنه تبقى نظيفه. نقطعها بقى نصين، نقطع كل نص 2 أو 3 حسب الحجم اللي بتحبيه يعني، بالطريقه دي. شايفين الحجم ده؟ تبقى معانا كده. يفضل تبقى بقشرة يا حبايبي، قشرة جميلة مغذية فيها فوائد اصلا كمان قشرة البطاطس. البطاطس تبقى معانا بالسمك كده، لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هخلص تقطيع البطاطس واجيلكم. كده قطعنا البطاطس بالحجم اللي قدام حضراتكم. زي ما قلتلكوا عايزين تسلقوها نص سلقة توفيرا في الوقت نريحكم، بس انا بعملها كده على طول وفي الفرن على طول. اساسي معايا زيت الزيتون، مش متوفر عندك زيت الزيتون اي زيت عادي، ذرة عباد ايا كان الموجود عندك اشتغلي بيه. معايا الملح، بصل بودر وتوم بودر، واساسي البابريكا والزعتر. الزعتر اساسي في الوصفه دي، وفلفل اسمر. البهارات نزلنا بالبطاطس على التوابل يا حبايبي والزيت، نقلبهم مع بعض كده نخلطهم كويس. واكون مجهزه بقى صينيه عندي كده ودهنها زيت. اقلب الخليط كويس جدا. ممكن تحطيها في الاير فراير برضه تبقى حلوه، انا حبيت اعملها هي الاول قبل قليه الستريبس، عشان الستريبس مش هياخد وقت في القليه، انما هي تاخد وقت معايا تبقى جاهزه معايا. غلفتها كده بالتوابل والزيت. ممكن ازود شويه زعتر كمان. الزعتر جميل قوي في الوصفه دي، بيخلي طعم البطاطسايه في منتهى الجمال. حطي التوابل اللي بتحبيها برضه. اروح جايبه الصينيه كده دهنها زيت وانزل بقى بالبطاطس، اوسعها كويس عشان تاخد راحتها. مزنقش قوي، اسيبها كده ايه اوسعها كويس. واشغل بقى الارضيه والمروحه، اشغل الارضيه والمروحه واحطها في الرف الوسطاني. انزل بقى كل اللي في الطبق كده على البطاطس. وبتبقى خفيفه وطعمها جميل. وادخلها الفرن بقى على الرف الوسطاني واسيبها بقى على درجه حراره 180. سامعين الصوت؟ سامعين صوت الخرفشه؟ ومستويه بس هي سخنه قوي، مش هعرف افتحها دلوقتي. شايفين صوت القرمشه بتاعتها؟ مستويه معانا خالص من جوه اهو. نسيبها بقى تبرد شويه ونشتغل بقى في الايه. هنعمل يا حبايبي دلوقتي الستريبس. تبلناه مع بعض طبعا، وقلنا يستحسن ان هو يبات في التتبيله. حته الفراخ بقى بتشرب من التوابل، يعني بتبقى طعمها في منتهى الجمال. وبالمناسبه لو مش متوفر عندك رايب او زبادي، ممكن تعملي التوابل دي كلها كوبايه ميه وتنقعي فيها الفراخ برضو من بالليل في التوابل بالميه دي عادي برضو، مش شرط زبادي او رايب. انا بقى معايا هنا دي هعملها بدي وهعملها بده. دي خلطه الكنتاكي، بس انا فرماها طحنتها اديتها ضربه في المطحنه، ما سبتهاش يعني بالخشنه بتاعتها. وممكن ان انت تعملي الستريبس ده في خلطه الكنتاكي او في الكورن فليكس وتدخلي الفرن على ورق زبده،
لو انت مش عايزه ايه مقلي كتير عشان الزيت. انما انا هقليه هنا. هتاخدي بقى القطعه كده، ما تنضفيش اللي عليها على طول، وما تضغطيش وانت بتتبلي في الدقيق، بس شربيها كده. شايفين؟ نفضي بس الدقيق كده، بس كده عشان يديني الشكل اللي هو عامل يعني ايه منعفش كده شويه. انما انا ما اضغطش عليها، ما اتكاش عليها، هي بس كده نفضيها كده. وفي طبق جنب منك، انا جبت طبق اوسع عشان ده صغنن. اعمل بقى كده بالشكل ده المنعكش ده، او بالشكل ده. منزليش الخلطه اللي عليها، خديها بخلطتها كده اهو في قلب الدقيق بالطريقه دي كده كده، وغلفي بقى بالدقيق كده. خليكي حنينه عليها، ما تضغطيش عليها. على الزيت يا باشا، يبقى معاكي كتير دقيق بزياده عشان هو بياخد دقيق كتير. تزودي كميه الدقيق يعني، وبالطريقه دي بس نفضها من الدقيق. شايفين شكلها بيعمل ايه؟ تبقى معانا بالشكل ده. واكون حاطه الزيت على النار يسخن. هي بتاخد نفس معامله البانيه، يعني ان انت ما تنسيش عليها كتير، واحنا عاملينها في التتبيله من بالليل، يعني ان هي مش هتاخد سوا معانا كده. الزيت عندنا على النار سخن اهو، شايفين؟ ننزل بقى قطعه قطعه عشان ما بردش الزيت برضو مره واحده كده، وما تقلش على الطاسه عشان ياخد راحته، وانتي تاخدي راحتك في التقليب لما تيجي تقلبيه. قطعه كده مع بعض. تفضلي معليه عليه النار. شايفين جمال اللون؟ حاولي اول ما تنزليه ما تقلبيش فيه على طول، انا ما يتماسك مع نفسه. شايفين ما شاء الله الجمال؟ يبقى جنبك بقى مصفى سلك قديمه من اللي هي بتاعه الشاي، تصفي بيها الزيت اول باول لو انت عامله كميه كبيره. شايفين ما شاء الله اللون بتاعه في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله لونه في منتهى الجمال. ويبقى معايا كده طبق احط عليه منديل، اطلعه يتصفى. عايزه اوريكم صوت القرمشه بتاعته، سامعين؟ منتهى الجمال. ونكمل بقيه الكميه. ما شاء الله اللهم بارك. تبقى اكله خفيفه وحلوه، وعيالنا كلهم بيحبوها، بس مش هتقل اكتر من كده. اتمنى ان انتوا تجربوها، والله هتعجبكم. جميله وسهله وما تاخدش وقت، وكل مكوناتها عندنا في البيت. ممكن وانت جايبه فرخه كده في اول الشهر تروحي خاليه صدر فرخه او فرختين وتركنيهم لحاجه زي كده، بتبقى جميله في منتهى الجمال. انا ما اقلبش اول ما تنزل، احرك بس الطاسه على خفيف كده واسيبها لحد ما احس ان هي خدت لون معايا، وابدا اقلبها بقى. انا عملت بقى حبه بالدقيق، هعمل حبه في خلطه الكنتاكي زي ما قلت لحضراتكم. هنزل كام واحده معايا هنا. الكفر ما شاء الله ماسك في الحبه اللي انا عملتهم قبل كده، ما وقعش ما شاء الله. هجرب معاكم بقى الكنتاكي كده. ممكن تكون فليكس، تجيبي برضه وتطحنيه شويه كده.
هنزل كده معايا باللي هو بقى عاملاه بخلطة الكنتاكي. نزل كده ما شاء الله. قطعي التقطيع اللي انتي حباه. اللهم بارك. متقلبيش، سيبيه زي ما هو هياخد لون. سامعين صوت القرمشة؟ ده اللي معمول بخلطة الكنتاكي، ده اللي بدقيق. افتح لكم واحدة من دي وواحدة من دي. ما شاء الله بتستوي من جوه ازاي، والكفر اللي عليه ثابت ما وقعش. سامعين؟ منتهى الجمال. ممكن هنا تحشيه بقى في عيش كايزر، في عيش فينو كده زي ما حضراتكم شايفين، جنب البطاطس، معايا كاتشب، معايا الخيار المخلل. افتح لكم بقى واحده من دي كمان. اخد دي. ما شاء الله جميله وسهله، ما خدتش معانا وقت، حاجه نظيفه وحاجه مضمونه نعملها في البيت. ومعايا هنا بقى كاتشب على مايونيز، نخلطهم ببعض كده. تاكليها بقى بسندوتشات كده، شايفين ما شاء الله. تاكلها جنب رز ريزو اللي يعجبك يعني، منتهى الجمال. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. والبطاطس قبل ما اختم، مستويه معايا من جوه وجميله في منتهى الجمال، تبقى حلوه. الزعتر فيها بيبقى جميل. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.